عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. فكنتمنى نكون ما تعطلتش عليكم في الرد على الأسئلة ديالكم، وإن شاء الله غادي نحاول نرد على بعض الأسئلة والأسئلة الأخرى، والأسئلة إن شاء الله اللي غادي تطرح مستقبلا غادي ندرجها في الفيديوهات القادمة. فغادي نحاول نجاوبكم على جمال بن صديق. صراحة بزاف ديال الناس كيحاولوا يطمئنوا عليه، وكذلك كيسولوا واش باقي غادي يلعب في منظمة غلوري. فأولا كنتمناو الشفاء لهذا المقاتل الرائع الخلوق. فبالفعل مباشرة بعد ما انتهت الجائزة الكبرى ديال منظمة غلوري للكيك بوكسين، فخضع لعملية جراحية، والكل كيعرف المشكل ديال جمال بن صديق، عودة المرض اللعين. كنتمناو ليه إن شاء الله الشفاء من هذا المرض. فجمال بن صديق قال على أن الحمد لله العملية كللت بالنجاح، وأنه في هذا الشهر الكريم غادي يتفرغ للعبادة، ومن بعد ذلك إن شاء الله غادي يحاول يرجع للتدريب، وغياخد أكيد أنه غياخد لوتوريزاسيون من الطاقم الطبي، هما اللي غادي يعطيوه الأوكي باش يرجع إن شاء الله للتدريب. هو عازم باش يرجع إن شاء الله بقوة ويلعب في النسخ القادمة ديال غلوري. لكن من المستبعد باش يلعب في النسخة الجاية، لأن باش نكونوا صريحين صعيب باش تخرج من عملية جراحية وتلعب في النسخة القادمة تقريبا اللي بقى لها واحد الشهر. فكنظن أن جمال بن صديق من واحد 3 شهور إن شاء الله يقدر يكون واجد. أما بالنسبة للإخوان اللي تيسولوا على العقوبة اللي صدرت في حقه، فمازال ما كاين حتى شي عقوبة. منظمة غلوري كانت قالت نهار الاثنين أنها غادي تقول العقوبة في نفس النهار، ولكن ما صدرت حتى شي عقوبة لحد الآن ضد المقاتل المغربي، وضد كذلك حتى المدرب ديال ريكو، وضد كذلك حتى المغربي واللي هو مساعد المدرب اللي هو العرج أسامة العرج. فحتى شي واحد ما تصدر في حقه شي عقوبة. فكنتمنى انني نكون جاوبتكم على هذا السؤال، وان شاء الله باقي الاسئله غادي تلقوها في الفيديوهات القادمه. وبالنسبه للاخوان اللي عنده شي سؤال ممكن يخليه هنايا في تعليق، فغادي نجمع جميع الاسئله وندرجها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. وما تنساوش ان شاء الله كاين الجديد دائما على قناتنا فري فايت عربيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أتمنى لكم رمضان كريم، وأتمنى الشفاء لجمال بن صديق ولجميع مرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.